السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك يا جدع في حلقة جديدة وقصة جديدة كالعادة، وقصة النهاردة من كتابة المبدع أحمد محمود شرقاوي. لا تنسى اللايك والشير والكومنت علشان الحلقة تنتشر لأي جدع تاني، وما تنساش تصلي على النبي واذكر الله وقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ويلا بينا نبدأ في حلقة النهاردة. كل كارثة في الدنيا سببها الفضول، ايا كان بقى نوع الفضول فهو في حد ذاته كارثة، وان كان كارثة يعني للكبار فهو طامة كبرى للمراهقين. المراهقين بقى اللي بيدخلوا في سكة ضلمة، سكك اللي بيروح فيها مستحيل يرجع انسان سوي تاني. وانا دخلت في سكة من دول، دخلت فيها بإرادتي، دخلت فيها وانا معرفش نهاية القرار ده ممكن يودينا على فين، وللأسف هو وداني للموت نفسه. في اليوم ده اتخانقت مع اهلي في البيت خناقه من اصعب الخناقات اللي حصلت في حياتي. سبت البيت يومها وانا شويه هولع في الدنيا كلها من الغضب. مسكت تليفونه واتصلت بواحد صاحبي وقلت له يقابلني على القهوه اللي عند الجنينه اليابانيه، وعلى العصر كنا قاعدين انا وهو بنشرب شاي وبنشيش على القهوه. كل حاجه يومها كانت سودة قدامي، الدنيا ضبابيه وجسمي لسه كله مولع، خاصة بقى ان المشكلة ما كانتش هينة خالص. صاحبي حاول انه يخرجني من اللي انا فيه ده، بس انا فعلا كنت بصرخ من جوايا. كنت عايز افصل من اللي انا فيه كله بأي طريقة بقى، حتى لو كنت هجرب المخدرات لأول مرة في حياتي. المهم ان انا افصل من اللي انا فيه. وعلى المغرب كده صاحبي تليفونه رن وابوه طلب منه انه يرجع كده لأمر ما. طبعا اعتذر لي وقال له انه هيرجع لي بسرعة، بس انا ما كنتش مهتم. هيرجع بقى ولا ما يرجعش الموضوع ما يفرقش معايا من الاساس. وقتها مسكت تليفوني وحطيت السماعات في وداني وقلت اشغل اي حاجة عشوائية. فتحت مشغل الموسيقى وجبت اخر حاجة تحت ولقيت نفسي بسمع. كان تراك رعب وواحد بيحكي قصة رعب يعني. التراك نفسه رجعني لذكريات 3 سنين ورا، لما كنت مدمن لقصص الرعب الإذاعية، خاصة الشخص اللي بيحكي دلوقتي واللي كنت بحبه جدا. حسيت ان ده اللي ممكن يخرجني من اللي انا فيه ويرفع عني ضيق الصدر بقى اللي انا حاسس بيه ده. وقتها شردت بعينيا كده للجنينة اليابانية اللي جنبي وانا قاعد بسمع. شوية وعينيا جت على المبنى القديم المتهالك، المبنى اللي بيقولوا عليه مشرحة حلوان القديمة، المشرحة اللي الناس بتحكي عنها العجب العجايب. وده كان المذيع بيقول في وداني. وحكايتنا النهاردة بعنوان المشرحة. اتخضيت في البداية، بس بعدها ابتسمت على الصدفة الجميلة دي، وشردت أكتر. شردت والأول مرة رحت أتأمل المبنى المرعب ده حيطانه القايلة للسقوط وشبابيكه المتهالكة بلونها المقبض ده والإحساس المقبض اللي بيوردك وانت بتتأملها. حاجة كده كلاسيك فعليا، وكأنك بتبص لقصر دراكولا وهو نايم جواه. في الوقت ده المذيع كان بيقول: بدأت أمشي في المشرحة وعلى الجدار كان في أثار دم، ومن العدم أو ممكن نقول من الشيطان جات لي الفكرة، أنا هدخل جوه واخد جولة كده. من عالم مش ممكن أعيش تجربة وأحكي لشخص زي حكايتي؟ هما اللي بيحكوا أحسن مني في إيه يعني؟ في الوقت ده كان المكان شبه هادئ تماما، حتى العربيات كان فين وفين لما بتعدي من هنا أصلا، كلهم بيدخلوا من الشارع اللي قبل الجنينة. المكان بالليل بقى بيبقى ضلمة جدا، تحس إن أنوار الدنيا كلها ما تقدرش حتى تنور الصمت ده، الصمت الغريب اللي بيحسسك إنك رحت عالم تاني، عكس بقى حلوان اللي كلها دوشة أصلا. حسبت القهوجي ونزلت المنزل الكبير في اتجاه المشرحة. صمت وظلام وصوت خطواتي بس، هو ده الوصف للمشهد. حتى لما فكرت اتراجع افتكرت فورا مشكلتي مع اهلي في البيت وغضبت، والغضب بقى بيقهر الخوف. وبدون اي مقدمات وقفت قدام المبنى الضخم ده بتأمله. وقتها حسيت انا قد ايه صغير خالص، صغير في مواجهة حاجة بالحجم ده. بس انا قررت هدخل بقى واللي يحصل. اي نعم انا عارف ان المكان ملجأ للمتسولين وتجار المخدرات، بس كل ده ورا يعني في المبنى التاني. اما مبنى المشرحة ففاضي تقريبا. قدمت كام خطوة كده لحد ما لقيت نفسي جوه المبنى اللي كان عامل زي دوام من الظلام الدامس، وفرق كبير جدا بين الضلمة
وبين اللي كنت انا شايفه دلوقتي. انا كنت شايف كيان اسود ضخم بيبلعني. فتحت كشاف الموبايل ودخلت. ضوء الكشاف كان عامل زي الشمعة اللي اخرها تنور ملامح وشك بس، اما اللي قدامك بقى بنص متر تقريبا، فانت منتش شايف منه اي حاجة. فكرت ارجع في المكان ده بالظبط، بس الفضول خدني اكمل كمان كام خطوة كده وارجع. وقتها اتنفضت على صوت كلب قوي خلاني اصرخ بقى على صوتي. طلعت بره جاري، لقيت سبارتوكس، وده الكلب بتاعي. كان دايما بيجيلي عند القهوة بالليل. حضنته وانا ملوم على الخضة اللي خضها لي دي. كنت مستغرب ازاي قدر يعرف مكاني اصلا ويوصل لي، بس في النهاية هو قدر يوصل لي. بس الغريب بقى انه كان باصص لمدخل المبنى وعمال يزوم ويزوم شوية ويرجع بتحفز ويحاول يهجم كأنه شايف حاجة قدامه. شوية يرجع يزوم تاني ويحاول يهجم من تاني. استغربت من ردة فعله، بس ما قدرتش اوصل لحد هنا وارجع. لقيت الكلب عمال يشدني كده من هدومي بسنانه عشان ارجع، بس انا دفعته بعنف وطلبت منه يرجع لورا. فضل باصص لي بصة غريبة كده وكأنه مش هيشوفني تاني، بس انا حدفت عليه حجر صغير لحد ما بعد عن المكان. ورجعت تاني ودخلت المشرحة طبعا بخطوات سريعة عشان الكلب ما يرجعش تاني. وهنا بدأ صوت طنين غريب قوي يضرب ودني. عارف لما فجأة تدوخ وتحس بصوت قوي بيدخل ودانك ويرجها؟ كأنه صوت دبانة عاوزة تدمر حاسة السمع عندك. حسيت بنفسي بدوخ والاحساس ده بيهز كياني كله. فلفيت بسرعة كده ومشيت عشان اتصدم بحائط بيسد المكان. انا ما كملتش كام خطوة جوه في المكان ده عشان اتوه يعني. بصيت يمين وشمال ومفيش اي مخرج من المكان. ظلام مخيف وصوت الطنين اللي بيزن في وداني ده زاد اكتر. اتحركت بعنف عشان اسمع صوت التليفون بتاعي بيقول. كانت مشرحة قديمة وكان الحل الوحيد اني ما ادخلش هنا من الاساس. بصيت بفزع للموبايل، لقيت السماعة اتشدت من مكانها والمايك اشتغل بالصوت، صوت القصة اللي كنت لسه بسمعها. قفلت القصة من على الموبايل وفضلت ابص بالكشاف ناحية اليمين والشمال. قلبي عمال يدق والخوف بينهش في جسمي. عمال الف وادور حوالين نفسي وانا عاوز انهار وابكي. والرعب بدأ يتمثل لما بدأت اسمع صوت اطفال بتبكي. كل اللي كنت بسمعه في قصص الرعب بدأ يتحقق قدامي. صوت اطفال مزعج بتبكي في كل مكان، غير صوت الطنين الغريب اللي مخليني مش متزن ومش قادر اتحرك حتى. وبعدها بدأت اصوات، صوت قطط كده عمال ينونو، بس مش نونو عادية، اللي هم عمالين يزوموا ويعملوا حاجات غريبة. يعني المواء الخشن المخيف ده مواء، وكأنه مواء شيطان مش مجرد قط. ندمت وعضيت صوابع من الندم وانا واقف جوه الضلمة مش عارف امشي خطوة. وفجأة فزعت من حاجة لمست رجلي، حاجة خلتني اتنطط من مكاني زي المجنون واجري زي المجنون في الضلمة. كنت بصرخ بهستيريا وانا حاسس باحساس صعب. قلبي وجعني قوي. انا شكلي هموت ولا ايه؟ فضلت اسلط ضوء الكشاف يمين وشمال لحد ما شفت السلم، وقلت في عقلي انا هطلع ونط من اي شباك من فوق، هو ده الحل الوحيد. بس شكل السلم كان صعب، كان في دم متجلط كده عليه. الريحة جوه شبيهة بريحة الموتى، ريحة عفانة جثث. حتى السلم اللي كنت شايف اول درجتين منه بالعافية كان متكسر خالص. وسمعت صوت خطوات نازلة، حاجة خلت شعري كله يقف، وحسيت بكهرباء بتمسك في جسمي كله. وبدون وعي مني لقيت السلم بينزل لدور تحت. نزلت على اطراف صوابعي لتحت، نزلت عشان تخبط رجلي في قطة وراحت مطلعة صوت مرعب، صوت خلاني اقع من على السلم. وقعت عشان احس ان عظمي رجلي كله بيتكسر. حسيت بوجع ما حسيتش بيه في حياتي، وبقيت في قلب الضلمة وانا عمال اتقلب. بس ما كانش فيه اي سبيل للنجاة. وبدون مقدمات شفتها ايوه، وانا واعي زي ما بتكلم دلوقتي. كانت ست عجوزة كده كان فيها ضوء خارج من وشها مخليني شايف كل تفاصيلها. كانت عينيها جحظة كده وجسمها معضم خالص، ولابسة شال اسود. كانت بصلي بصة مخيفة اوي، وجت جنبي وقعدت وبصت لعينيا وفضلت تبرق. وقتها فضلت اتنفض واقول لها بعيد عني، بس هي فضلت قاعدة وانا ما كنتش قادر حتى اتحرك، ما كنتش قادر حتى اصرخ. بصيت لعينيها الجحظة وتهت. حسيت بتوهان فظيع، كأني متبنج او في غيبوبة او في حلم، بس حلم مخيف جدا. شفت في عينيها كل حاجة مخيفة في الدنيا،
شياطين وأموات ومقابر، كلاب وتعابين وقطط. كل حاجة من دول كانت بتنهش في جسمي وأنا مرمي على الأرض عمالة أتقلب، وبكل همس ودموع بتسيل ناديت ربنا، ناديته ينجيني من اللي أنا فيه. يا ربي معرفش فضلت قد ايه على الوضع ده والست قاعدة جنبي، بس لما فقت على نباح الكلب. كنت بهلوس وقتها، بهلوس وشبه داخل في سكرات الموت. بس ده كان سبارتوكس وابويا وعمي. الكلب جابهم تاني يوم وقدروا يوصلوا لي، وعرفت اني فضلت 12 ساعة مرمي جنب الست وببص لعينها مش قادرة ابعدها عني. رجلي اتكسرت ودمي اتجرح جرح كبير ودمي سال على ارض المشرحة. بس لحقوني وفضلت 6 شهور بتعالج بالقرآن وبالعلاج النفسي. انا حاليا عندي فوبيا من المكان كله، حتى اني كنت بصرخ يومين لحد ما عزلنا من الشقة لانها قريبة من المشرحة. عزلنا بس فضلت اصوات القطط وبكاء الاطفال اللي بسمعهم حتى يومنا ده. عزلنا بس نظرات الست هتفضل محفورة في ذهني لحد ما اموت. ده ملخص مقابلتي مع يوسف شاب قرر يقابلني في حلوان بس بعيد جدا عن المشرحة، وحكالي كل اللي انتوا سمعتوه دلوقتي. يوسف كان صادق جدا في حكايته، مش مجرد واحد بيحكي وبيألف. يوسف كان عنده إعاقة غريبة في رجله، ونظرات عينيه كانت عاملة زي المشردين بالظبط. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة وقصة النهاردة. لو عجبتك القصة ما تنساش تعمل لايك وتكتب كومنت جميل زيك وتقولي فيه رأيك، وما تنساش تصلي على النبي وتقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بحب اقول لكم الله يبارك لكم. سلام.